السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في قناتي وصفات زينة. طبق اليوم حال الساجو المطبوخة بالبخار مع مبشور النرجيل المملح. هي كذلك من الحلويات المعروفة في دول جنوب شرق آسيا. تطبخ من حبيبات الساجو الأبيض التي تم تلوينها، ومن ثم طبخها بالبخار، ثم تقطيعها وخلطها مع مبشور جوز الهند المملح، ويكون قوام حلوى الساجو المطبوخ بالبخار كقوام الجيلي بعد النضج. لعمل هذه الحلوى نحتاج إلى مبشور جوز الهند، كوب من حبيبات الساجو الأبيض، ربع كوب سكر أبيض، ملعقة صغيرة ملح. أخلط مبشور النرجيل بالملح مع قليل من الماء، وأقلب المكونات وأضعه جانبا. أقوم بشطف حبيبات الساجو بالماء باستخدام المصفاة للتخلص من النشا الزائد. ثم أضع حبيبات الساجو بعد شطفها بالماء في قالب الخلط، وأضيف إليها السكر، وأخلط المكونات جيدا. أصب نصف كوب من الماء المغلي وأقلبها مع حبيبات الساجو، وأترك حبيبات الساجو منقوع 5 دقائق. أحتاج إلى ملون طعام ومنكه معا، فاخترت اللون الأخضر بنكهة البندان، وملون أحمر بنكهة ستروبري. بعد مرور 5 دقائق أضع الملون الأخضر بنكهة البندان في خليط حبيبات الساجو المنقوع. أدهن قالب الخبز بالزيت من جميع الجوانب. ثم أضع فيه خليط الساجو، وبنفس المقدار وبنفس الطريقة أصنع كوب من خليط الساجو الملون باللون الأحمر الوردي وبنكهة ستروبري. ولأن حلوى الساجو هذه تخبز ببخار الماء، فأكون قد جهزت إناء التبخير على النار وقد غلى الماء. أخبز الحلوى ببخار الماء مدة 12 إلى 15 دقيقة. بعد النضج نجد أن حلوى الساجو قد أصبح لونها شفاف مشرق لامع، وهذا دليل على نضجها.
أترك القالبين يبرد تماما. أثناء ذلك أقوم بوضع مبشور جوز الهند المملح في بخار الماء لمدة دقيقتين لكي أحصل على مبشور جوز الهند رطب ومنتعش. أحتاج إلى كيس بلاستيك لقلب الحلوى، كما أحتاج إلى مسح السكين بالزيت، وكذلك سطح كيس البلاستيك حتى لا تلتصق الحلوى بالسطح. أفصل جوانب الحلوى عن القالب بحافة السكين، ثم أقلب الحلوى على سطح كيس البلاستيك. أقطع الحلوى إما طوليا أو مكعبات كما أرغب. وكلما وجدت صعوبة في تقطيع حلوى الجيلي أدهن حافة السكين بالزيت. أحضر صحن مبشور جوز الهند الرطب، ثم أغمس قطع حلوى جيلي الساغو في مبشور جوز الهند. أكرر ذلك في بقية القطع، وإذا كانت القطع نوعا ما طويلة فممكن تقطيعها إلى الحجم والطول الذي تريده. أرتب قطع جيلي الساغو في صحن التقديم. حلوى جيلي الساغو المطبوخ ببخار الماء يذكرك بشكل حلوى الحلقوم التركي مع اختلاف في المكونات.
أعزائي المشاهدين، آمل أن يعجبك هذا الفيديو. لا تنسى عمل لايك وشير مع أصدقائكم، وتواصلوا معي في السوشيال ميديا الظاهر أمامكم. وإذا عندك أي استفسار لهذا الفيديو فاكتب في الكومنت وسيصلك ردي حالما أقرأه. وترقب الفيديو كل أسبوع باشتراكك في قناتي والضغط على زر الجرس. وإلى أن يحين ذلك الوقت، استمتعوا بالطبخ.